أسطورة النهاردة عن الوحش الأسطوري تايفون. في بعض المصادر اسمه تايفوس، بس ما علينا من الحرف اللي مضايقهم ده. التايفون ده وحش أسطوري يوناني. تعالوا نشوف كده مع بعض هو عم التايفون ده عامل ازاي. بيقولك إن نصه التحتاني عبارة عن تعابين بيطلع من بقها نار، ونصه الفوقاني ده بقى لوحده حكاية. هو راجل بجناحات، لو وقف راسه هتوصل للسما، ولو فرد جناحاته هتخفي ضوء الشمس. وعنده ايدين لو فردهم واحدة هتوصل الشرق والتانية الغرب. ده كمان عنده في كل ايد 1000 راس من رؤوس التنانين. تعالوا كده مع بعض نشوف الأسطورة بتاعته بتقول ايه. بعد معركة التايتن اللي اتكلمت عنها في فيديو قبل كده اللي هو نشأة الآلهة، الأرض اللي هي جايا كانت بتفرك ومش طايقة نفسها إن ازاي الآلهة هي اللي تفوز. فقالت بس أنا اللي هيجيب لي حقي التايفون. التايفون ما ترددش وجه علشان ينتقم لجايا. صرخ صرخة من كتر الرعب الآلهة خدت ديلها في اسنانها وهربت على مصر، الملاذ الآمن حتى في الأساطير. وهناك حولوا نفسهم لحيوانات علشان ما يتعرفش عليهم. يعني مثلا أبولون حول نفسه لصقر، وهيرا لبقرة، وزيوس لكبش. إلا أثنا قالت لا، احنا هنقف وقفة رجالة وهنحارب التايفون وهنكسبه. هي أول مرة يا جماعة ندخل في معركة ولا إيه؟ وقدرت تقنع زيوس انه يرجع من مصر ويساعدها. وفعلا زيوس الشهامة خدته وما ترددش، ودخل في معركة مع التايفون. في البداية زيوس قدر يربط رجلين التايفون علشان يعني يشل حركته، بس التايفون قدر يفك نفسه وجاب منجل وقدر يقطع بيه ايدين ورجلين زيوس. وشال زيوس على كتافه وطار بيه وخباه في كهف اسمه كوركش، واخد ايديه ورجليه وخباهم في كهف تاني بيحرسهم تنين اسمه دلفين. الاله هرمس والاله بان قالوا احنا هنسيبه زيس في دقته كده، ده برضه الكبير بتاعنا ولازم نساعده. فقرروا ان هم يروحوا الكهف اللي فيه الايدين والرجلين، وفعلا قدروا يغفلوا التنين. ما تذكرش عملوا ايه بالظبط، بس قدروا يسرقوا الاوتار ورجعوا بيها تاني لزيوس وركبوها له، فقوته رجعت له مره تانيه. زيوس قال انا لازم ارجع وانتقم عشان هيبتي برضه ما تتقلش، ده انا الكبير. اخد الحصان المجنح اللي هو بيجاسوس وراح بيه للتايفون، وقدر ان هو يضربه بالصعقه بتاعته، وزي ما تقول كده التايفون اغمى عليه. فزيوس اخده ودفنه تحت جبل اسمه اتنا. الجبل ده حقيقي وموجود في ايطاليا، ويعتبر من اكبر البراكين النشطه في اوروبا. التايفون لما فاق ولقى نفسه مدفون تحت الجبل حاول ان هو يهرب بس معرفش. فمن كتر الغضب اللي هو فيه التنانين والتعابين اللي ماليه جسمه طلعت نار فعملت بركان. الاغريق بقى زمان كانوا مقتنعين ان الوحش ده حقيقي وان دي اصلا مش اسطوره، وان البراكين اللي بتحصل في الجبل ده سببها ان التايفون فعلا مدفون تحت الجبل. وبس يا سيدي، هي دي كل الاسطوره.